إخواني أخواتي، مساءكم سعيد وأهلا وسهلا بكم مرة أخرى في منصة التحدي. اليوم جينا نهضروا على الأمور التي آلت لها الأوضاع في المغرب، لأنه ولات عندنا واحد، إلا قدرنا نقولوا واحد الطبقة من البشر لا يعتبرون شيئا، كيعتبروا هذا المواطن هذا بحال شي خماس عندهم، يديروا به اللي بغاو، يصيفطوه للحبس فوقاش ما بغاو، يستغلوه كيف ما بغاو، يغليو عليه داكشي اللي بغاو، ويسيطروا على الممتلكات ديالو فوقاش ما بغاو، ويسيطروا كذلك على مقدرات البلد كيف ما بغاو. والحاله ديال الاخ النوش فهي وحده بزاف، لان ما خفي كان اعظم. الاخ النوش بعدا باين هو وصحابو جاو، والمشكله انهم ما جاوش من اوساط جيعانه، ماشي اغلبهم، بغيت نقول جاو من اوساط جيعانه، ولكن هو اصلا جا رجل اعمال وعرفنا البدايات ديالو كيفاش كانت. هو راه كل الفضل يرجع الى البصري، هو اللي دار منه بنادم، حيت هو كان غير ولد واحد السيد عنده ستاسيون ديال ليسونس، جاتو فرصه مشى لكندا، قرا في شيربروك، رجع للمغرب، مشى كيجري داكشي ديال العائله ديالو، ولكن داكشي كان بسيطا. هو المصدر ديال الثروه ديالو هي الثروه ديال الامهال الذي اجبر على ان يبيع له سوميبي. وطبعا اخ النوش يعتبر من رجاله المخزن، من رجاله الدوله بشحال هذه، وهو كان تحت اليد ديال البصري، يعني البصري هو اللي ردو ما هو عليه اليوم. ولكن المشكله هو ان الشعب المغربي ساهم في ازدياد الثروه وانفجار الثروه ديال هذا السيد هذا، لانه سكت عليه بزاف وخلى العباد ديالو غادي وكيتزايد، وسمح له بانه يسيطر على بزاف ديال المجالات اخرى بطرق ملعوب فيها قانونيا ولكن هي غير شرعيه. فكيف يعقل واحد مسيطر على المحروقات، مسيطر على الاكسجين، مسيطر على تحليه المياه، مسيطر دابا بدا كيسيطر على المكتب الوطني للكهرباء لانه هو المدير ديال مجلس الاداره ديالو تقريبا، مرتو مسيطر على التكستيل، الاستثمارات ديالو غاديه في جميع الاتجاهات. هادشي غير اللي باين دابا، حنا كنهضروا على المجالات اللي باينه، يعلم الله شنو الاراضي اللي استولى عليها في هاد الولايه ديالو. والولايه ديالو خلال فاش كان وزير ديال الفلاحه، يعلم الله شنو دار في ديك الفلاحه، وشنو الاراضي الفلاحيه اللي سيطر عليها، وشنو كتب لولادو، وشنو كتب لعائلته، وشنو دا. مهم، وهذا ما يفسر مؤخرا التحاقه بالمحفل الماسوني البريطاني اللي فيه الفلاطحه ديال الماسونيه في العالم، يعني الناس اللي كتحكم في مصير دول هي اللي كاينه في هذا المحفل، حيت هو كان في المحفل الفرنسي مع الماسونيه الضباع، حيت المحفل الفرنسي كيقول لك فيه الضباع، بينما المحفل الانجليزي فيه الاسود، وخلص فلوس صحيحه باش انه ينتقل لهذا المحفل او لا انه يتسجل في هذا المحفل. وكيف ما كتعرفوا فهو عنده شي درجه عاليه، وذلك لانه استطاع انه يسيطر على بزاف ديال الممتلكات، وكذلك يبني واحد الشبكه ديال العلاقات، لان الماسونيه تعتمد على شبكه العلاقات الشخصيه، ماشي كيخدم شي وشي كيدفع شي وشي كيوصل شي. داكشي علاش كيوصلوا فين ما بغاو، لان عندهم الناس ديالهم في القضاء، عندهم الناس ديالهم في الامن، عندهم الناس ديالهم في الاداره، عندهم الناس ديالهم في الابناك، عندهم الناس ديالهم فين ما دزتي كاين الناس تابعين للمسؤوليه، هما اللي كيسهلوا لبعضياتهم السيطره والعمل على الاستحواذ على مقدرات وممتلكات الشعوب. وهنا المواطن المغربي كيلعب واحد الدور كبير، لان سكتنا بزاف، وحتى التربيه ديالنا كانت دائما تربيه عوجه. والدينا ديما ربونا ديك اللعبه ديال سير بجنب الحيط، ماشي شغلك، دخل سوق راسك، ما تدخلش راسك في مشاكل، بعد على المشاكل. ولكن لا، الانسان خصو يدخل راسو في مشاكل، ان هاد هرب من المشاكل وسير بجنب الحيط، وهذه هي اللي خرجت علينا، هي اللي خلتنا ان نوصلوا للحضيض، وان نوصلوا لواحد المستويات اللي ما كيبغيها حتى واحد، ما كيقبلها حتى الكلب حاشاكم. ولينا نقبلوا بزمره من السفله، هما اللي كيسيروا الدوله، هما اللي كيتحكموا في رقاب الناس، وكيتحكموا في الصحافه، وكيتحكموا في القوت اليومي ديال الناس، وكيتحكموا في كل شيء.
كلشي سيطروا عليه، سيطروا على الصحه، سيطروا على التعليم. التعليم دابا كله تقريبا ولا خاص، الصحه تقريبا كلها ولات خاصه. كما قال له الاخر، قال له الدوله بايعه داك المستشفى في الرباط واخده دوك الفلوس وكاريه على الشركه اللي باعت لها. هو فهمت 16 على شو على تخطيط كي داير، شاري على واحد وفي التالي كاري عليه، يعني ديك الفلوس اللي غيعطيك راه غترجعهم له. ايوا ما تشريش في الاول وخليك في المستشفى ديالك وما كتخلص لك راه لا والو، انت خدام. ولكن الشعب باقي حل فمو، الشعب ديما وبه. دابا داخلين عليكم بالله هذا الخوف هذا اللي خايفوا الشعب، يعني شنو النتيجه ديالو؟ اصلا الانسان بلا كرامه لا يساوي شيئا. الا ما كنتيش قد حتى تهضر، قد حتى تقول لا هادشي اللي واقع راه ماشي معقول، قد تقول حتى تتواجه، راه لاش عايش؟ لاش الانسان عايش؟ ما الذي يثبت انك على حياه؟ دابا نتوما انا عاد فهمت علاش في المغرب مخلي لكم شهاده الحياه، لان يعني عارفينكم ميتين، واي واحد بغى شي حاجه كيخصو يثبت على انه حي باش يقدر يستافد من شي خدمه معينه. هادشي اللي وصلنا له الاخوان راه لا يبشروا بالخير. وهما غاديين كيخلعوا فيكم، غاديين كيعتقلوا في عباد الله، وانتم كتزيدوا تخلعوا. والاعتقالات راه ما كتدي فين، راه ما كتدي غير للطغيان، ما كتدي غير العصيان المدني. زعما القول ديال ان حنا هما الدوله، نتوما راكم غير خدامه، غير خماسه عند الشعب. ما تنساوش هذه القضيه هذه. الشريف ديالي، البوليسي، الجدارمي، المدير، الديفيزيونير، القبطان، الجنرال، الكولونيل، راه غير خماس عند الشعب. راه الشعب اللي كيخلصك الشريف، خصك تحترم داك الشعب. البوليسي اللي كيوقفك خصو يحترمك ويعطيك السلام ويقول لك سيدي، حيت انت اللي كتخلصو. علاش ديما كنعطيو البنادم القيمه اكثر من اللي يستحق؟ احترمو اياه ولكن ما تعطيهش اكثر من قيمته، حيت هو راه تما كيدير خدمته، وتما راه كيخدم عليك انت، خدام باش يحميك. كتخلصو انت باش يدير لك ديك الخدمه، باش يسهل عليك الحياه. ماشي الاداره ما يخليكش اسيدي تسنى، اييه فعلا دير الصف واحترم راسك، ولكن بغى يوصل حقك ولا يوصل الدور ديالك خصو يعطيك الخدمه كما يجب. ما عطاكش خدمه كما يجب خرج فيه عينيك، لان انت اللي كتخلصو. راه حتى واحد ما كيعطيكم شي حاجه فابور. نهار غتفهموا هذه المساله هذه بزاف د الحوايج غتبدل في حياتكم. ما حدكم انكم ديما خايفين من غير من الخيال ديالكم، راه حتى حاجه ما غتافونسي. غتبقاو ديما محقورين وديما يصدموا عليكم، مما دزتو غيدفلوا عليكم، وإلا هضرتي يلصق لك ويصيفطك وانت علاش؟ حيت انت ساكت. اسيدي ما نسكتش، نقلب امها، ما نسكتش. انا دخلت لشي اداره ما تلقيتش ديك الخدمه اللي خصني نرونها حتى انا نوضها. سيدي شنو المشكل؟ ويديرها الاول، يديرها الثاني، يديرها الثالث، يديرها الرابع، راه غادي يتقادوا معكم. ولكن نتوما كتشوفوا بنادم كيتكرفس قدامكم، المراه كتسرق قدامكم، كتشرمل قدامكم، ولا من يحرك ساكنا. غدا راك انت اللي غتشرمل، وما كاينش اللي غيحرك ساكنا. فهذا المغرب والمغاربه يحتاجون الى واحد النوع من التضامن، اليد في اليد. راه الامور لا تبشر بالخير، وحنا فقط هنا لنذكر، رغم ان هذا التذكير هذا ما كيعجبش بزاف ديال السفاله. كيسحابهم دابا غادي يسكتونا بطريقه او باخرى. نحن لن نسكت، لن نسكت، ما كاينش. سنواجهكم حتى ديك العيشه اللي بغيتو تعيشوا ديال الحرم وتعيشوا مرتاحين. ما غادي نحرموا عليكم ديك العيشه حنا. علاش؟ لان عندنا قوه الكلمه، والكلمه لا تموت. بحال الفكره. ولا بغيتو تردوا داك الشعب زيزون حاولوا، لان تقد تسكت جيل جوج ثلاثه، ولكن ما غاتش تسكت الاجيال كامله. الناس عاقت والناس فاقت، والانترنت حل العينين لبزاف ديال الناس. وتحياتي للشعب المعتقل وسط الفساد.